في أجواء مفعمة بحب الكلمة والقصيدة الشعرية، انطلقت بمدينة وجدة فعالية النسخة الأولى من الملتقى الدولي للشعر والقصة القصيرة، موعد جديد يطل على محب الأدب والشعر بمدينة الألفية، لقاء يجمع ثلة من المبدعين والكتاب والشعراء القادمين من داخل المغرب ومن خارجه. الحدث تنظمه جمعية النجاح والتألق للثقافة بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بجهة الشرق، هنا بمسرح محمد السادس بمدينة وجدة. سيتم استضافة 4 دول: المملكة العربية السعودية، فرنسا، إسبانيا ومصر. نحن صراحة جد مسرورين بهذا العمل الثقافي الذي يعتبر من أولوياتنا كجمعية ثقافية. الملتقى الدولي للشعر والقصة القصيرة في نسخته الأولى يحتفي بمجموعة من الشعراء والكتاب الذين حلوا ضيوفا بمدينة وجدة. في هذه التظاهرة الأدبية عالت القصائد الشعرية ليخلق جو من الإبداع والتفاعل الثقافي. التظاهرة تشمل كذلك توقيعات كتب وندوات فكرية وورشات في كتابة القصة. تظله من لهيب الشمس. سأشارك بإذن الله تعالى من خلال مجموعة القصصية حقيقة الأوهام، وسأكون بإذن الله تعالى مشاركا في الورشات التي تتحدث عن واقع القصة القصيرة، مستقبلها، كيف يمكن أن ننسج قصة قصيرة من خلال هذه التحولات الرقمية التي يعرفها الآن العالم. أمام الذكاء الاصطناعي نحاول أن نستخرج منه قصة ممكن أن تلائم الجيل الذي نعيشه، ويكون من خلاله نمرر بعض الرسائل للشباب من أجل تصحيحها أو التنبيه عليها على الأقل. فرحان براني في مدينتي، أنا زدت هنايا ومشيت صغير، وكنجي خطرة كندير دي بريزونطاسيون بركان في وجدة، في رابعة، فاس، ان بو بارتو. من داروا الفيستيفال، لو بروميير فيستيفال زعما انترناسيونال بور لا كولتور، أنا فرحت لمدينتي. اون بلوس اللي داروها غير الشباب، وهاد الشباب سي لا نوفيل جينيراسيون. وانا الهدف نتاعي فرحان بزاف، لحقاش الهدف نتاعي هي جو باس لا مان على لا جونيس، نوتامون لا جونيس دو لوريونتال. وطبعا هذا المهرجان يدخل في اطار فتح الابواب امام الاقلام الابداع والثقافي وتشجيع المجال الثقافي على مستوى مدينه وجده وعلى مستوى المملكه، ونتمنى ان تكرر مثل هذه الانشطه. يتعلق الأمر إذن بلقاء ثقافي لتبادل الأفكار والتجارب الأدبية، هي فرصة للاحتفاء بالكتاب والشعراء من خلال عرض أعمالهم الأدبية. هي منصة كذلك تتيح مناقشة موضوعات متنوعة تتراوح بين الشعر والقصة القصيرة.